السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسرور والرضا، ويجمعنا وياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وينصر إخواننا في غزة وفي لبنان، ويفرج على إخواننا المعتقلين بأمر الله وبركته جل جلاله. اليوم سمعت خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الله يطول في عمرك أبو حمد ويبيض وجهك. كلام مواطن مخلص محب، مهم منافق من يوم عرفك ولا عرف بيك ولا عرف إخوانك. اليوم سمو الأمير نزل خطاب يشفي الصدور ويرد الحقوق، ولا هي بغريبة على سمو الأمير. والله العظيم في ذا الليل المبارك هذا كلامي في الرجل هذا في السر وفي العلن. سريرته النقية وراسها الطيب تؤهله أن تكون هذه النتائج المتوقعة من سمو الأمير على قرار كان جائر. هذا تميم بن حمد بن خليفة حاكم ولد حاكم قبل هذا المجلس وبعد هذا المجلس. وتذكرون ثالث خطاب ورابع خطاب اللي تكلمت فيه، قلت أنت أميرنا، العلاقة اللي بين الحاكم والمحكوم أكبر من ذا المجلس المشوه اللي وعده أفضل من بقاه على قيد الحياة، لكن هاجمونا طحالب وشد ذمها. الآن ما يقدروا يرفعوا خشومهم لأن سمو الأمير هو اللي بت في الأمر هذا. جعل ربي يطول عمرك يا سمو الأمير. أنا ابن الدولة هذه طال الزمان ولا قصر ولا هو باستجداء. لو أني أبغي جنسية 3 دول خذيتها من عصر حيصة بن بيص على ما قال الشيبان، لكن أنا مواطن قطري ترعرعت في هذه الدار، ترعرعت في مدرسة المثنى بن حارثة إلى ابن خلدون الإعدادية إلى الريان الثانوية، التحقت بالعسكرية في بلادي، وقفت في الظهر أنظم الطرقات بين المواطنين، وفي الليل أمسك ثبوت، صوت على الدستور القطري مثل أي مواطن قطري، كتبت قصيدة ولقيتها في الإذاعة وطلب مني ألقيها في التلفزيون مع حسن المهندي. أنا ابن البلد هذه، ماني بعدوها ولا أني بضدها ولا ارتجي من حد فضل بعد الله جل جلاله، لكن إني أصبح الصبح وأجد حقوقي مسلوبة وألجأ إلى الله ثم أمير بلادي فيه هاجمني مجموعة من الطحالب أنا وأصدقائي. كيف سمو الأمير يعرف نحن مظلومين إذا ما تكلمنا؟ لا يمكن أنك تدنق براسك وترتجي العزة لنفسك، أو وطنك يرجو العزة من وراك وأنت بدنق براسك. لكن سمو الأمير خيبها قاوي الجميع، اللي نقول الله يحفظك ويسدد خطاك ويرزقك الذرية الصالحة والبطانة الصالحة. تغربنا وعشنا تجربة مريرة في سبيل أمر نرى أنه إهانة لكرامتنا ولأسرنا وأمر مخالف لشرائع الله جل جلاله. حكام الخليج هم يا شعوبهم كذا، ما يبغون في الدول هذه إلا احترامهم وأن القانون يكون في صفهم مو في صف الحكومة فقط لا غير. ما حد طلب مجلس ولا حد يقول إني قلتها الآن، أنا قلتها من ذات خطاب. مجلس مشوه يسلب حقوقنا. المجالس البرلمانية اللي تمثل الشعوب تنشأ لإعطاء الحقوق للشعوب وليس لسلب حقوقهم منهم. هذا المجلس كان مشوه من البداية، وهذا كانت قضية المعارضة من كثير من الناس اللي عارضوا عليه. ما حد عارض على سمو الأمير ولا على صلاحياته ولا تدخل فيه، وقبل المجلس هذا ما حد قال كلمة واحدة. أما التهم الباطلة ومراقبات الهواتف وقص الأمور من النص في محاولة لتشويه الآخرين فكانت محاولات فاشلة ولم تنجح. علاقتنا مع الله جل جلاله ثم مع أنفسنا ثم مع ولاة أمرنا ومع أبناء الوطن علاقة نظيفة، هذا ما نعتقده في أنفسنا ولا زك أنفسنا على الله جل جلاله. ولكن الأمير الله يحفظه يطلع مثل هذا الخطاب ويرد الحقوق لأصحابها. ما هي بغريبة على تميم بن حمد، ما هي بغريبة. ربما هيبة الدولة أخرت صدور مثل هذا الكلام فقط لا غير، ولكن الدول العظمى النووية شعوبها طلعت في الشوارع تطالب بحقوقها، تم إعطاهم حقوقهم ثاني يوم. فالله يطول بعمرك ويحفظك من كل باس ومكروه، ويجعلنا عند حسن ظنه ثم ظنك وظن عباده الصالحين، ويفرج على أخويانا. شكرا بحجم السماء وهيبة أجدادك، شكرا بحجم السماء وهيبة أجدادك، والهقوة اللي تفخر فيك هاقيها، ما زلت للطيب رمز وعادك ذي نظرتي فيك فولها وتاليها يوم كبوا فيه حسادي وحسادك، اللي مباديك ما تشبه مباديها، مجد من بيك وتورثها لأحفادك، من الرعية لك الطاعة يراعيها. هذا والله أنه إحساس مواطن قطري يدرك أنه رغم أنفه وأنف حكومته قطري، ويدرك أنه رغم أنفه حكامها الثاني وأميره تميم بن حمد، ولا عمره في يوم من الأيام شكك في الأمر هذا أبدا. أنك تكون مواطن قرار إلهي غير أنك تكون مواطن منحة من شخص إذا بغى يسحب جنسيته سحبها ثاني يوم لأنك ما عجبته ولا عجبته أفكارك. الله يحفظكم ويرعاكم.